بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هاقول لك على السر الرابع اللي أنت تقدر من خلاله تعمل عملية إدارة لعقلك وتستفيد من قدراته. النهارده هنتكلم عن إدارة الجسم بقى، ودي حاجة مهمة جدًا لأن الجسم ده هو العربية اللي شايلة نفسك، هو ده اللي أنت محتاجه عشان تتحرك بيه في الدنيا. ولو جسمك مش سليم أنت مش هتعرف تتحرك، والإنسان أصلًا كائن متحرك، يعني الإنسان ربنا خلقه عشان يتحرك، حياته كلها عبارة عن سعي، فلو الجسم مش مضبوط، الجسم مش سليم، إيه اللي هيحصل للإنسان ده؟ هيقعد، هيسكن، فلو الإنسان سكن أوكي، يبقى حياته هتُقف في مكانها، فالجسم من الأدوات الأساسية اللي أنت لازم تركّز فيها جدًا، 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 عشان لو جسمك سليم عقلك هيدّيك أقصى ما عنده، هتبقى الmentality بتاعتك sharp. فم فالطبيعي إن جسمك بيبقى محتاج إيه، محتاج صيانة مستمرة، الصيانة بتاعة الجسم هي في الرياضة. ودي بتبدأ من الصبح من ساعة ما بتصحى، أنت بتصحى من النوم بتعمل إيه؟ أنت بتصحى من النوم بتمسك الموبايل، طبعًا دي حاجة مؤذية جدًا، لإن أنت أول ما تصحى من النوم بتمسك الموبايل، أنت بتقول لمخّك أنت مش مُنتج، أنت مستهلك، خلّي بالك المخ ده مُنتج، مُنتج، يعني هو ده اللي بيساعدك إن أنت تستوعب المعلومات والبيانات اللي هتيجي لك من الدنيا عشان تعمل لها process تقدر تعالج البيانات دي، وتقدر تاخد بناءً عليها قرارات. لمّا تمسك الموبايل الصبح أول ما تصحى، إيه اللي بيحصل؟ أنت بتقول لمخّك لأ أُقف بقى، أنت مش هتنتج أي حاجة دلوقتي، أنا عايزك تبقى مستهلك. فطبعًا أنت بتخلّيه يعمل وظيفة عكس الوظيفة بتاعته، دي بداية يومك، أوكي؟ فأنت دلوقتي المفروض الحركة اللي أنت بتعملها، الترِكّة اللي أنت بتعملها في نَفْسك دي، بتعمل إيه، بتخلّيك طول اليوم تعبان، بييجي لك زي تشويش على مُخّك، ما بتبقاش قادر بت ب بيحصل لك عملية كسل في خلال اليوم، ممكن ييجي لك صداع، كل ده بسبب أنت صحيت على إيه؟ الجسم بيبقى محتاج يصحى على إيه؟ محتاج يصحى على حركة، لإن المُخ عبارة عن عضلة، والعضلة دي محتاجة تتدرّب زي الBi والTri والchest والحاجات دي، المُخ بيبقى محتاج يتدرّب برضه. عشان تقدر أنت عشان تعرف تفكّر، محتاج يدّيك الmentality عشان تاخد الmentality اللي أنت عايزها، فلازم تتحرّك، لازم تروح الgym، ما رُحتش الgym ما عندكش gym تعمل إيه؟ تنزل تمشي، تمشي يعني تمشي بمجهود، يبقى في مجهود ليه؟ عشان تحرّك الدورة الدموية بتاعتك، عشان قلبك يتحرّك أوكي، كل ده بيدّي بيئة صالحة لمُخّك خلال اليوم إن هو يقدر يعالج البيانات ويخلّيك تقدر تعمل عملية التعقُّل بتاعتك اللي أنت محتاجها. فمهم جدًا، جدًا، جدًا إن أنت تاخد بالك أنت بتبدأ يومك إزاي. أنت واخد بالك من صحتك إزاي؟ أنت بتاكل إيه؟ مش أي حاجة تاكلها، ما ينفعش طول اليوم وأنت برّه قاعد تاكل من الشارع، ما تاكلش من الشارع، يعني يعني خُد جزرة، خيارة، جرجير، بتاع، أحسن بكتير من إن أنت تاكل أكل من الشارع، لإن الأكل من الشارع ده بيخش برضه بيضغط على الجسم، فبيعمل لك أمراض، ولو جالك أمراض جسمك هيبدأ يُقع منّك، ولو جسمك وقع منّك هيحصل له إيه، لو وصل لمرحلة إن هو غير صالح للاستخدام، النَفْس بتعمل إيه، بتغادر. فأنت محتاج إن أنت تستغل النعمة اللي ربنا مدّيها لك اللي هي الصحة دي، تحافظ عليها على قد ما تقدر، على قد ما تقدر بإيه، بمجهود. ما فيش حاجة اسمها أحافظ على جسمي وأنا قاعد على الكنبة، ما فيش حاجة اسمها أحافظ على جسمي وأنا ماسك الموبايل طول اليوم، انسى. عشان تقدر تحافظ على جسمك أنت محتاج تمنعه عن الحاجات اللي هتبقى مضرة ليه. وبالتالي لمّا الجسم يبقى صحّي، إيه اللي هيحصل؟ عقلك هيلاقي بيئة مناسبة إن هو يتحرك، ولو اتحرك عقلك هيفيدك جدًا، وهتلاقي نفسك من مكان أنت كنت فيه هتلاقي نفسك بتنمو وبتنجح وبتروح في حتت عالية جدًا، وكل ده بسبب إيه؟ إن أنت عرفت تضبّط نومك، إن أنت عرفت تلعب رياضة أول ما تصحى، إن أنت خدت بالك أنت بتاكل إيه، فحياتك هتختلف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.